ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده جاي اتكلم على موضوع اتطلب مني. لقيت كذا رساله جايه لي على الماسنجر بتاع الفيس بتاعي. انا الفيس بتاعي اسمه برنسس ميرو، تابع لاسم القناه بتاعتي برنسس ميرو برضو، وحط عليه صورتي. المهم انا بنزل بعض مقاطع ريلز على المواضيع اللي انا بتكلم فيها على اليوتيوب، بنزلها على الفيس. فدخلت بالصدفه على الازهر، فلقيت كذا رساله من كذا واحده، ولقيت راجل بيكلمني برضو من ضمنهم، بيقول لي انا اعمل ايه مع مراتي دي مطلعه عيني، ماسكاني كلا وقال. ده اتكلمت معاه. الاكتر بقى اللي جالي، يعني قبل ما ابدا في الكلام، ان شاء الله انا هنزل في الوصف الرابط بتاع الفيس بتاعي. هقرا كل الرسائل اللي هتجيلي على الماسنجر وفي الاثر، ما تقلقوش، ومواضيع نتكلم فيها. المهم لقيت بنات، يعني كذا واحده جايه بتكلمني، بتقولي انا حماتي بتبهدلني. بتقولي انا متجوزه ابنها وانا سليمه. قلت لها مش فاهمه. قلت لها يعني ايه وانت سليمه؟ قالت لي بس تكلمي قولي لهم يتعاملوا مع مراتات ابنهم عدل. قلت لها مع حضرتك انا مش هاخد منك عنوان اتكلم فيه وانا مش فاهمه الموضوع. قلت لها انا مش ببيع كلام وخلاص. قالت لي انا سني كبير، اتجوزت ابنها وكنت سليمه جدا، ما فيش اي مرض. قالت لي غصب عني كنت حامل، البيبي ما كان خارج الرحم فما عرفتش انزله، مش كانوش عارفين دكاتره ينزلوا. المهم ادوها حقنه، للاسف جالها بعد الشر عن الجميع، يعني جالها كانسر في الرحم. قلت لها طب وايه المشكله يعني؟ ده بعد الشر، ربنا يشفيكي. قالت لي لا حماتي مسكاني بهدله بهدله، انت تتطلقي، انت مالكيش لازمه، انت مش هتخلفي، انت مالكيش اي لازمه في البيت، انت زيك زي الكرسي، انت. قالت لي غير بقى انا طبعا بتتريق على شكلي، بتتريق على منظري، على لبسي، على. قلت لها سؤال، هو انت جوزك كان واخدك وهي مامته مش راضيه؟ قالت لي اه. قلت لها اه. قلت لها ليه؟ قالت لي يعني عشان سلو العيله ان هم ياخدوا من بعضيهم. قالت لي يعتبر انا اللي جايه خارج العيله. قالت لي انا اللي جايه خارج العيله. قالت لي هم عيله بتتجوز من بعضها. قلت لها اه. قالت لي عشان كده مبهدلاني وعماله ماسكاه بتودود في ودانه مراتك ومراتك وشكلها ومش هتخلف ومش هتعمل. قلت لها عايز اسالك سؤال، جوزك بيعمل ايه؟ بيعاملك وحش؟ قالت لي بصراحه لا. قلت لها بعتك لاهلك يصرفوا على مرضها، انا مش هقدر اصرف عليها؟ قالت لي برضو بصراحه لا. لما بيروح لمامته بيرجع يتخانق معاكي ويضرب فيكي؟ قالت لي برضو لا. قلت لها يعني بيحسن معاملتك؟ قالت لي اه، واقف جنبي وبصراحه وبيراعيني وفي مرضي وكويس جدا معايا. قلت لها طب انت ايه مشكلتك؟ قالت لي حماتي. قالت لي انت اتكلمتي في فيديوهاتك عن مرات الاخ. قالت لي انا حماتي صعبه، مسكاني تقول لي اللي فيكي وفيكي وفيكي وفيكي، كلام كان صعب جدا، انا ذات نفسي اتضايقت. قلت لها طب اما بتقولي الكلام لجوزك؟ قالت لي بصراحه ما بيعملش حاجه وبيطيب خاطري يقول لي ما تزعليش والكلام ده. قلت انا بقى اهم حاجه عندي في الموضوع ده ان جوزك كويس، ان جوزك بيحسن معاملتك ومكبر دماغه خالص من كلام مامته، مش فارق معاه خالص كلام مامته. ما ده انت تحمدي ربنا ان هو كده. ده انت في ستات بيعانوا من سبب حمواتهم ان هم بيأثروا على ولادهم الرجاله في الكلام. لا انت لازم تطلق، ده انت لازم تجيب واد، دي ما بتخلفش يا عم، بص منظرها، دي تعبت، دي عملت. فيعني انت تحمدي ربنا، دي تشكري ربنا عليها دايما، ان جوزك بيحسن معاملتك ومش فارق معاه كلام مامته. ده دليل ان هو بيحبك بجد، دليل ان هو بيحبك جدا. فدي تحمد ربنا. بالنسبه بقى لحماتك، يا جماعه احنا اتكلمنا عن مرات الاخ السيئه اللي حماتها بتبقى كويسه وتيجي مرات الابن بتعاملها وحش، وتعاطفنا مع الحما وقلنا الحما حرام انها تتعامل بالشكل ده. طب انا عايزه اسال سؤال، انت تحب ان مرات ابنك تبقى ست او زوجه بشعه تقعد ترد الكلمه عليكي ب10، تبهدلك؟ انت عايزه كده؟ انت المفروض تفرحي لابنك او تقولي، يعني انا من كلامي مع الست واسئله سالتها بعض اسئله فهمت انها شايله معاها جوزها في البيت،
وبتساعد جوزها في البيت. طب انتي ده معظم الستات دلوقتي يقولك وانا مالي، انا اشتغل وفلوسي لنفسي، بلا بيت بلا بتاع، هو يصرف ويكفي عياله، هو يصرف ويكفي نفسه وبيته، انا ماليش فيه. فانتي يعني لقيتي زوجة صاينة ابنك وبتعامله كويس ومراعي ربنا فيه وبتساعده لسبب الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها، ليه تسوقي معاملتها؟ ليه تعامليها وحش؟ جالها مرض؟ طب بعد الشر يعني لو كان جه لحد من انا المفروض اقول لك كده، اقول بعد الشر، كل المفروض ان انا اقول لك بقى ايه يجي لاولادك. طب بعد الشر عن الجميع، افرضي حد من بناتك جالهم المرض ده، جوزها راح واخدها، خدي انا مش هصرف على بنتك، ده بنتك دي عيانه، بنتك ما بقتش قادره تشيل، بقيت مش قادره تشوف طلباتي، لا 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 لا، خدوا انتوا اصرفوا بقى عليها وعلى علاجها وعلى مرضها وماليش دعوه. عارفه انت هتعملي ايه؟ ده راجل وحش، ده راجل خسيس، ده راجل ندل انه باع مراته. اشمعنى بقى حللتيها لبنتك وحرمتيها على الغلبانه التانيه؟ ده المرض ده بتاع ايد ربنا، ما ده ممكن الواحد بينام يقوم تعبان، عنده حاجه في جسمه تعبان وحالته صعب، وفي ناس بتنام ما بتقومش اصلا. يا جماعه ما نعيرش حد بالمرض، كما تدين تدين. ادم شمت في مرض الشخصيه دي او الست دي، ربنا هيردها لك في حد انت بتزعلي عليه وهتتوجعي فيه قوي. ادم مش صاينه ابنك ومعاملاه كويس وبتساعده، المفروض تشيليها على دماغك. ده لو هي كويسه، ده انت تحمدي ربنا برضو ان مرات ابنك كويسه وبتساعد، ان مرات ابنك كويسه وبتحسن معاملتك، ده رضا من عند ربنا. ده انت ما شفتيش البنات اليومين دول عاملين ازاي. فانت يا ريت بعد اذنك تتعاملي معاها كويس، تلاقي مرات ابنك كويسه تشيليها على دماغك. حبيبتي ربنا يشفيكي، ربنا مش عارف، لما دي واحده تعبانه والمرض اللي عندها صعب او اي مرض جالها، طب ما هي قاعده في خدمه ابنك وتعبت. طب ابنك لو كان هو اللي تعب وكان بعد الشر جاله مرض زي كده وجت هي قالت لك انا مش عايزه ابنك، انا عايزه اتطلق، انا عايزه راجل يشوفني ويحس بيا ويقعد معايا، هتقولي عليها ايه؟ هتقولي عليها ندل. حطي نفسك مكانها، حطي نفسك هي حاسه بايه وهي عندها مرض زي ده، حطي نفسك مكانها. مرض صعب صعب، او اي مرض يجي في جسم البني ادم الله يعينه عليه، المفروض تعمليها كويس. عمري بالذات مرات الابن اللي بتجيلكوا البيت كويسه، دي نعمه من عند ربنا. مرات الابن اللي بتيجي كويسه نحمد ربنا عليها بصراحه. وكما تدين تدان، لو شمتي في مرض فلان هيجيلك في حاجه بتوجعك، ربنا ما بيسيبش. المفروض تحمدي ربنا على الست اللي ابنك متجوزها ان هي صايناه وشايلاه ومراعيه ربنا فيه. انت هتعوزي ايه في الدنيا غير ان ابنك يعيش مرتاح في بيته؟ وانت بقى اعصابك بتتعب لما بتروحي عند حماتك بسبب كلامها، زي ما قلنا خيط رفيع وافصلي بيه في المناسبات بس، حتى لو ساكنه تحتيكي، ساكنه في الشقه اللي قدامك، في المناسبات بس، ادم جوزك متفاهم منعا للمشاكل. روحي اعملي الواجب زي اي حد عشان ما يبقاش عليكي غلط، واقعدي في شقتك معززه مكرمه، اقعدي في بيتك. وبرضه معلوم كلمه ليكي، حماتك مش هتعيش قد اللي عاشته، فعيشي حياتك، وطول ما جوزك معاكي كويس تحمدي ربنا عليها. ان بعيد عنك في رجاله ماشيين ورا امهاتهم في اي حاجه، في الظلم وفي العدل وفي اي حاجه، في الاخر البيت بيتخرب. يعني الراجل بيبقى لاغي دماغه وممشيها، دي قصه تانية هنبقى نتكلم عليها. فانتي تحمدي ربنا على جوزك انه كويس، وانتي راعي ربنا في مرات ابنك انها صاينه ابنك وشايلاه. الحلقه بتاعتي خلصت، وان شاء الله يبقى فيها جزء تاني هتكلم فيه عن واحده تانية برضو بعتلي مشكله ليها، دي اول مشكله هنتكلم في بارت 2 ان شاء الله بعد كده.